أهلا بيكم حلقة جديدة وملخص جديد من ملخصات سمر وعبد القادر. ما تنسوش لو مش عاملين لايك تعملوا لنا لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم مننا كله جديد. ويلا بينا نبدأ. مسلسلنا بيبدأ في فندق وايكيكي، بيكون مسؤول عن إدارته 3 شباب وهم دونج وجون وشيك. بيصحوا من النوم على خبر إن المياه اتقطعت عن الفندق بتاعهم لأنهم مش بيدفعوا الفواتير. بيكونوا طبعا زعلانين وكل واحد فيهم بيرمي اللوم على التاني. لما بيطلع دونج أوضة يرتبها بيتفاجئ بوجود طفلة صغيرة وبينادي لأصحابه شيك وجون علشان يشوفوا معاه إيه الموضوع ده. طبعًا بيكونوا محتارين مش عارفين يتصرّفوا معاه إزاي، وبيقرروا إن هم مش هيبلّغوا البوليس علشان لو كانت دي بنت حد من سكان الفندق ونسيوها، ولو رجعوا لقوا بنتهم في القسم هيتضايقوا. بيتعبوا بقى طبعًا وهم بيغيّروا لها هدومها وبتفضل تعيّط وبيسكتها دونج لمّا بيقف بيها ويفضل يهزّها، وبتتصل بيه حبيبته سو وبتطلب منه يتقابلوا، ولمّا بيروح لها بتقول له إنها عايزة تنفصل عنه، فبيرمي لها دونج خاتم كانوا لابسينه لإنهم كانوا مخطوبين وبيسيبها وبيمشي. أهلًا بيكِ يا سمر، وبارحّب بيكِ والله في عودة جميلة وجديدة في الفيديوهات من حبيبي جديد، تسلم. يعني ما كانت فين من زمان. وبيكون جون ممثل ومبتدئ ومش محترف جدًا، وبيكون في ممثل مشهور معاه في الlocation بيطرده من الشغل، ولمّا بيعرفوا إنه رمى لها الدبلة بيقولوا له إنها دهب وإنه ممكن يبيعها ويدفع أي فلوس من اللي عليهم، أي دهب يا جماعة بالله عليكم دلوقتي نحتفظ بيه. وبيروح دونج يدوّر على الدبلة فعلًا وبياخدها، ولمّا بتروح سو علشان ترجّع له موبايله وبتشوفه وهو بيبيع الدبلة وبيتحرج جدًا لمّا بتشوفه وبتسيب له دبلتها هي كمان، يالّا بقى. وبيكون شيك وجون مش عايزين يساعدوا دونج في مسؤولية البيبي ويفضل شايلها لمّا ضهره بيتقطم بيها، وبيروحوا يشتروا لها لبن وبيفرحوا جدًا لمّا بيقدروا يشتروا لها، وهُم راجعين بيقابلوا أجانب كتير وبياخدوهم معاهم فندقهم، وبيفرحوا جدًا وبيقولوا إن البيبي وشها حلو عليهم. ولمّا بيحضّروا لها اللبن علشان يأكلوها بيتخضوا لمّا بيشوفوا حرامي بيخطف البيبي وبيجري وبيفضلوا يجروا وراه لحد لمّا بيمسكها شيك، وبيعرفوا إنها بنت واسمها يون، وبتكون أم البيبي اللي بنعرف إن اسمها سول، وبيعرضوا عليها تبات في الفندق لإنها ما عندهاش مكان تنام فيه. وبيكون دونج معترض على وجودها وبيصمموا إنها تبات عندهم حتى في أوضة جين أخت دونج. ولما بترجع جين بتتخض لما بتشوفها، وبعد كده بيحاولوا كلهم يعملوا أي حاجة علشان خاطر سول، وبنعرف إن يون منفصلة ويتيمة وملهاش مكان تعيش فيه يا عيني. ولما بيقرر دونج إنه يروح يعتذر لسو بيلاقيها مع حبيبها الجديد، ومن إحراجه بيفضل مخبي وشه في الأرض وبيفضل يجري وهو مخبي وشه. ولما بيرجع بقهرته بيقولوا له إنهم مشيوا خلاص، وبيستغرب بعدها لما بيسمع صوت سول، وبيفضلوا التلاتة ماسكينه علشان ما يقدرش يوصل لهم. حلقة 2. بيخلّوا يون تنضّف معاهم بقى في الفندق علشان تفضل قاعدة معاهم بلقمتها يعني، وبتخبّط في دونج اللي هو أصلًا مش طايقها. بيحذّرها إنها لو عملت أي مشاكل تاني هو اللي هيطردها. وبيكون جون عنده دور جديد وعامل دور متحوّل، وبيتلغي التصوير في اليوم ده. بيكون بقى مُجبر إنه يرجع لبيتهم بالmakeup اللي على وشه وإيده، ولو بوّظهم دوره طبعًا هيتلغي، وبيضطر يروح بالماسك وبتتسرق محفظته، وبيتصل بيه البوليس علشان يقولوا له إنهم مسكوا الحرامي. ولمّا بيروح يرجّع محفظته مش بيوافقوا يرجعوها له بسبب الماسك اللي هو لابسه. لما بيتجمعوا كلهم على الغدا واللي بتكون يون مجهزاه ليهم وبيعجبهم جدا، وبتساعد جون كمان علشان يعرف ياكل. بعد شويه بيتسمموا كلهم بسبب ان المشروم المعفن اللي يون استخدمته. بيفضلوا طبعا رايحين جايين على الحمام، وبيتخانق دونج مع يون وبيبقى عايزها تمشي وتسيب الفندق، وبيخرج يدور على حمام في الشارع وبيقابل سو بالصدفة، ومش بيعرف يعتذر لها بسبب الموقف اللي هو فيه. ولما بيدخل الحمام بنعرف بعدها انه كان حمام للعرض والبيع مش للاستخدام. بيكون مضطر بقى يشتريه طبعا. بتشوفوا يون وبيتفقوا انه سر، وقصاد كده هيعملها بعد كده كويس. ولما بيخرج دونج ويون يشتروا حاجات بيتقابلوا مع سو وحبيبها الجديد، وبيكذب دونج وبيقول ان يون تبقى حبيبته الجديدة وانها دكتورة كمان علشان بس يغيظ سو، وبيعزمهم حبيبها الجديد على مطعمه. وبنعرف بعد كده إنهم مسميين جين غوريلا لإنها بيطلع لها شعر في وشها زي الغوريلا بالظبط. ولما بيرجعوا بيحكوا لهم اللي حصل، وبيقول لهم جون إن دي الفرصة الوحيدة علشان دونج يخلي سو تغير وترجع له مرة تانية، وبيطلب مساعدة يون وبيفضل يتحايل عليها. ولما بتعرف جين إن تاي اللي معجبة بيه هيوصل لمكان الشغل بتروح تستناه، وبيتقفل عليهم الباب ومش بيرضى يفتح. وبيكون تاي شكله كده هيعترف لها بحبه، بس بيبدأ شعر وشها يزيد قوي وبتفضل تصرخ علشان عايزه تخرج، ما هو لو شافها بشنب ودقن هيغار رايه اكيد يعني. وبنروح للمطعم التايلاندي، وبتكون يون حلوه جدا وبتعرف تمثل وبتقدر تغيظ سو. ولما بيرجعوا على بيتهم بتموت سو وراهم علشان ترجع لها شنطتها،
وبتسمعها وهي بتتكلم مع سول وبتستغرب ان عندها بنت، وعلشان ينقذوا الموقف بيقولوا انها تبقى بنت جون ومامتها سابتها له علشان تعاقبه. وبتكتشف سو كدبهم لما بتشوف يون بتاكل سو وبتضرب دونج بالقلم وبتنهي علاقتها بيه نهائي، وبيفضل يعيط هو وجين على اللي هم فيه. وبيروح تاي يعترف بحبه لجين وبيخرجوا سوا وبيقضوا يوم جميل جدا. وبتروح يون تتحايل على سو علشان تقابل دونج مرة أخيرة، بس سو بتطردها وبتفضل مستنياها تحت مكان شغلها. وبتتخانق جين وتاي وبيزعقوا لبعض قصاد الناس وبيفضحوا الدنيا وبينفصلوا عن بعض بفضايح. بيحاول شيك يخرج وبيحاول شيك يخرج دون من المود بقى اللي هو فيه، بيحاول يعرفه على واحدة صاحبته، بس دونج بينفعل عليه وبيقوله انه ما يقدرش يعرف بنات تانية غير سو. ولما بيشوف قد ايه البنت حلوة بيندم ويفضل رايح جاي وراهم كأنها يعني ايه صدفة. وبيفضل بقى ياخد رقمها في الاخر. وفي نفس الوقت بتكون جين شدت شنطة سو وجريت وبتقول لها مش هترجعها لها غير لما توافق تقابل دونج. بتوافق اخيرا ان هم يقابلوا دونج وهو بيكلم البنت اللي كانت مع شيك، وبتقول له انها قررت تبعد عنه نهائي لان مشاعرها اتغيرت من ناحيته. بيرجع البيت وبيقول لهم انه هيركز على حلمهم اكتر، ويكون حلم دونج انه يبقى مخرج وشيك يبقى مؤلف ويعملوا بقى فيلم مع بعض. وبنعرف ان حلم جين انها تبقى صحفية وحلم يون انها تبقى مغنية راب. وبيبقى ادائها طبعا وحش جدا، بيصدعوا منها بس مش بيبقوا عايزين يحرجوها. بيروح جون يتعرف على مامة حبيبته واختها وبيختلفوا وبيحاول يراضيها وما بيعرفش وبينفصلوا. بيروح دونج يشتغل مصور علشان يجمع فلوس، بيحاول يضحك الطفل اللي بيصوره ويفضل يضرب راسه في المايك لحد ما بيعور نفسه. وبتصارح جين يون بانها مش بتعرف تغني راب، وبتكتشف يون ان موهبتها هي الحلويات اللي بتعملها. لدرجة إنها بتزهقهم من الكيكة اللي بتعملها لأنها ما بقتش بتعمل غيرها لأيام. وبنعرف إن بابا جون ممثل مشهور بس جون ملوش علاقة بيه، وبيتعرض على جون دور في فيلم بسبب إعلانه للبناطيل وبيفرح جدا بالدور، وبتفضل الممثلة تضرب فيه وبتدغدغه، بس في الآخر بيمثل المشهد وبتقول الممثلة إنه فعلا ولد موهوب اتضرب كويس جدا النهاردة. وبيطلب دونج مساعدة يون علشان يضحك البيبي اللي بيصوره لأنه مش بيعرف يضحكه. ولما لبس البيبي بيعجب يون بتلبسه لسول علشان تصورها، ولما بتيجي جدة البيبي بتشيل سول على انها حفيدة يعني، وبيحاول دونج ياخدها منها ومش بيعرف لحد لما بتتخض الجدة لما بتعرف انها بنت مش ولد. وبيسمع جون المخرج والممثلة وهما بيتكلموا ان بابا جون هو اللي طلب منهم يشغلوه معاهم، وبيروح يعاتب باباه وبيقول له انه عايز ينجح بطريقته هو ومش عايز مساعدة منه. وبيفرح بابا جدا باخلاقه، وبيروح بعد كده دونج بيعتذر لهم وبيمشي. ولما بيرجعوا على الفندق بيلوم دونج على يون وبتقول له ان سول كانت صعبانة عليه لانها مامتها علشان ما قدرش تحتفل بيها ولا بتجيب لها هدوم جديدة ولا لعب. ولما بيكون جون بيصور اعلان بيجي له تليفون شغل وبيعرف ان الممثله وصت عليه في شركه انتاج وقالت ان تمثيله حلو جدا، اتدرب فعلا حلو جدا في اليوم ده. وبيعملوا حفله مفاجاه ليون وتورته كمان وبيتصوروا وبيلعبوا لعبه الصراحه، وبيسالوا يون عن حكايتها وبيعرفوا منها ان باباها ومامتها ماتوا في حادثه وانها عاشت مع اهلها اللي سرقوا فلوسها وبعتوها دار ايتام، ومدير الدار كان بيضايقها وبيستغلها. وبعد كده اتعرفت على سونج وبيعارض اهله علاقته بيها وبينفصلوا عن بعض. وبعدها بتكتشف انها حامل وبتقرر تربي سول لوحدها، وبيلوموا على دونج علشان بيتعصب عليها كتير ومش بيراعي ظروفها. وبيقرر شيك وجون انهم يساعدوها ويوصلوا لسونج وبيعرفوا باللي حصل. ولما بتروح يون تبيع الكيك اللي خبزته بيساعدها دونج ومش بتعرف تبيع حاجه لحد البوليس لما بيجي يدفعها غرامه لانها مش معاها ترخيص. ولما بيوصل شيك وجون لمكان سونج بيعرفوا انه هيتجوز قريب وما بيعرفوش يتكلموا معاه وبيدبسوا في شغلانه صعبه جدا. وبيسمعهم سونج بعد كده وهما بيتكلموا وبيروح وراهم الفندق وبيلوم على يون وبيكون فاكرها هي اللي بعتتهم علشان تبوظ له فرحه، وبيديها ظرف فيه فلوس علشان تبعد عنه. وبيتضايق دونج من طريقته معاها في الكلام وبيروح يضربه وبتوقفوا يون وبتقول لهم ان ده اصلا مش بابا سول وبيضربوا سونج. ولما بتحاول يون تساعد دونج بتعك الدنيا اكتر وبيفضلوا يتخانقوا سوا. بيتعرف شيك على بنت جميلة جدا معاه في الشغل وبتكون بنت المدير بتاعه، بيحبها من أول نظرة. وبتتخانق جين مع المدير اللي كانت معاه في مقابلة الشغل الجديد وبيحاولوا يساعدوها وبتاخدها يون وتخرجها. وبيكون الجو برد جدا وبسببها بتتخبط في طيارة ورق في وشها وبتتعور وبتروح زعلانة وكمان متعورة. وبيبعت شيك رسائل بالغلط ليها وبيجري علشان يلحقها. بيدخل بيتهم علشان يمسح الرسائل وهي بره البيت، فبترجع فجأة مع باباها وبيشوفوه مستخبي في الدولاب. تاني يوم بيطلع دونج للجبل
وبيساعد جين معاه علشان يهون عليها، ولما بينزلوا بيتخبط في رجله وبتضطر تشيله لحد البيت، وبتبقى مصابة أصلا في راسها ورقبتها، وكل ما تحاول تنام يجي حد منهم يصحيها. بيصحيها بقى المرة دي جون، وبياخدها يلف بيها بالعربية البايظة بتاعته واللي كان مسميها ريبيكا، وبيتقفل شباك العربية على إيد جين، وبتضرب راجل بالقلم غصب عنها، وبيروحوا لمركز الشرطة وبيتجمعوا كلهم في القسم وبيخرجوهم بعد ما دفعوا غرامة. بتزعق لهم جين وبتطلب منهم بقى يسيبوها في حالها. وبيفضل جون يروح تجارب أداء علشان يحقق حلمه ويبقى ممثل مشهور بقى، وبتروح يون تتعلم دروس للطبخ، وبيهتم دونج بيها وبيتأكد إنها ما نسيتش حاجة، وبيكون كاتب لها العنوان في ورقة. ولما بيلاحظ أصحابه اهتمامه بيها وبيسألوا إذا كان معجب بيها ولا إيه، وبينكر دونج وبيقول هو ذنبي يعني إني لطيف مع الناس. وبعد كده بيشوفها راجعة للبيت وفي شاب بيوصلها وبيكون معاها في دروس الطبخ، وبيتضايق دونج جدا وبيغير. بيتضايق أكتر لما الشاب لما ده بيروح لهم البيت علشان يزورها وبيجيب لهم حاجة حلوة، وبيقول قدامهم كلهم انه مهتم بيها، جايب بسبوسه كمان. وبيحاول جون بينزل من وزنه بسبب دور هو نفسه يعمله، وبيبطل ياكل وبيلبس تقيل جدا عشان يخسر وزن كتير، وفي الاخر مش بياخد الدور وبيخسر وزنه وبيجوع نفسه على الفاضي. وبيروح الشاب اللي معجب بيون مره تانية وبيجيب لهم بيتزا بقى المره دي، وبتكون كل تصرفاته مريبه وغريبه، وبيكون دونج اكتر واحد واخد باله من تصرفات الشاب ده. ولما بيشوفوه لابس جاكيت يون بيدافع عن نفسه وبيقول لهم انه كان عايز يعرف مقاسها علشان يجيب لها هديه، وبيفضلوا يعتذروا له. بعد كده بيتاكدوا انه مجنون بسبب تصرفاته وبيطردوه بره الفندق. وبتوصل بعد كده صاحبه البيت اللي بيكون اسمها كيم وبتطالبهم بالايجار المتاخر عليهم، وبتكون عايزه تطردهم وبيكذبوا عليها وبيقولوا لها ان الفلوس كانت موجوده فعلا بس صرفوها بسبب البيبي الصغنونه دي اللي تبقى بنت دونج. وبيقولوا كمان ان مامتها سابتهم ومشيت وبتتعصب عليهم سول جدا، وبتقرر انها تسيبهم لشهر كمان. وبعد شويه بترجع يوم من المستشفى وبتكون خلع ضرسها، وبترجع كيم تاني وهي جايبه حاجات لسول علشان صعبانه عليها. وبتتفاجئ ان يون بتقول انها مامتها، ولما بتكح يون وبيظهر اثر خلع الضرس بيكملوا كدبهم وبيقولوا انهم راحوا وجابوها من المستشفى لانها عيانه بمرض ملوش علاج وحياتها هتنتهي خلال ايام، وبتتاثر اكتر واكتر وبتقرر تعمل لهم فرح بالعافيه علشان تفرحهم في اواخر ايامها. ولما بيروحوا علشان يشتروا خاتم الجواز والدبله والفستان، بيتقابل دونج مع اصحاب ليه من زمان وبيضطر يقول لهم على ميعاد الفرح، وبيتدبس رسمي في اللي بيحصل ده، وبيفضلوا يهزروا ويقولوا له يا عريس يا عريس، وبيتضايق منهم جدا. وبيتنشر على النت خبر فرحهم وانهم بيساعدوهم علشان ظروفهم الصعبه، وبيعرض عليهم مغني مشهور يغني في فرحهم يلا بقى ام غلابه. وفي الفرح بيكون موجود ناس كتير جدا علشان يباركوا لهم. ولما دونج بيشوف يون بفستان الفرح بينبهر بجماله وبيكون مصدوم من حلاوتها وبيفضل منبهر. وبعد الفرح بتحجز لهم كيم تذاكر طيران عشان شهر العسل بقى. ولما بيكون شيك وجون راجعين من الفرح وبيتكلموا على كدبتهم وانهم ضحكوا على كيم، بيلاقوها وراهم وبتسمع منهم كل حاجه، وبتحاسب دونج ويون وبتمضيهم على اقرار انهم هيرجعوا كل مصاريف الفرح. وهم راجعين بيسرح دونج كل شويه بخياله وشكله كده هيحبها بجد ولا ايه، بس بيشوف سو وهي قاعده في الشارع ومعاها شنطه هدومها، ولما بتشوفه بتجري عليه وبتحضنه وبيستغرب جدا. الحلقة 7. بيعرف إن حبيبها الجديد كان نصاب وسرق كل فلوسها وهرب، وبتكون في الشارع ومش معاها أي فلوس، مش عارفة تروح أي مكان، وبياخدها تبات في الفندق ومش بيقول قدامها على موضوع الفرح اللي اتعمل. بيكون دونج معجب بيون بس بيفضل يقلق على سو وبيكون مش فاهم إحساسه. ولما بتقرر سو إنها تمشي وتبيع الشنط بتاعتها، بتكون بقى طبعا يعني غالية جدا، فبتسرقهم منها البنت وبتجري. بتروح سو تنام في مكان غريب كده ومش بتعرف تدفع فلوسه بسبب إن محفظتها اتسرقت، وبيودوها القسم وبيتصلوا بدونج وبيروح يرجعها للفندق. طبعا بتكون محرجة بقى منه لأنها بعد ما سابته عشان حد تاني دلوقتي هو اللي بيساعدها وبيحاول يخرجها. بيحاول دونج يفهم يون انه مفيش اي مشاعر جواه لسو، بس هو عايز يساعدها. فبتقول له انها ما عندهاش مشكله، بس بيكون باين عليها انها زعلانه جدا وغيرانه. وبيقدر جون انه يدفع كل الفلوس اللي عليهم لكام، وبيكونوا كلهم متضايقين من سو بسبب تصرفاتها العشوائيه وكمان اهمالها. بيتكلموا مع بعض اذا كان شيك بيحب البنت اللي معاه في الشغل ولا لا. لما بتسمعهم جين بتقول لهم لما بتحب حد بتقدر تميز صوت خطوات رجله. كمان لما بيعرف دونج صوت خطوات يون بيتخض جدا لانه مش مستوعب انه ممكن يكون بيحبها بجد. ولما بيقول لها انه هيروح معاها السوبر ماركت بتكسر سو الطبق ورجلها بتتعور، وما بيرضاش يروح مع يون علشان سو. ولما بيعرف من الاخبار ان في حريق في نفس السوبر ماركت اللي راحته يون بيتجنن وبيفضل يجري لحد ما يوصل لها، واول ما بيتاكد انها بخير بيفرح جدا وبيحضنها. ولما بتستغرب يقوم من تصرفاته بيحاول يبرر تصرفاته بانه قلقان على كل الجيران، وبيفضل يحضن كل الناس عشان يثبت لها انه عادي يعني، وبيكونوا كلهم ملاحظين انه معجب بيها، بس هو بيعترض عليهم دايما، وكل ما بتقرب يوم منه بيتأثر من رقتها وحلاوتها.
وبيحاول يتجنبها، ومش بتبطل يون تكسر له حاجته، بس هو بيسامحها بسهولة وبيكون مستغرب نفسه جدا. وبيحاول جون يشترك في قنوات الانترنت، يا رب بقى يعني لو سامعيننا دلوقتي تشتركوا معانا برضو في القناة بتاعنا، وكمان جون يشترك معانا كمان ويسمع الملخص بتاعه. ويفضل ياكل كتير علشان يحقق مكسب كبير، ويفضل ياكل حتى العظم لما بيتعب جدا وبينقله المستشفى. الف سلامة يا عم جون. ولما بيشتري دونج جاكيت جديد ليون علشان يدفيها بيتوتر وهو بيديهولها، ولما بيسألوه كلهم بيقول انه كان بيديه ليون علشان تديه لسو، وبيفتكروا انه لسه بيحب سو. وبتطلب جين منها انها تسيب الفندق وتمشي علشان دونج ما يفضلش معلق نفسه بيها. وبتقرر سو تعرفه على واحدة صاحبتها اسمها رين علشان يبطل يفكر فيها ويكون مش عايز يقابلها تاني، وبيصمموا كلهم انه يقابلها تاني برضه. وبيروح جون وشيك وبيراهنوا على سباق وبيكسبوا مبلغ كبير جدا، وبيفكر جون انهم يراهنوا بمبلغهم الكبير كله وبيخسروه، وبيروحوا يجربوا تاني وبيخسروا تالت وبيخسروا. بيكون كل ده من تحريض جون. يا ابني ما الرهان حرام، بس عندكم مش عارفين ايه اللي بيحصل. ولما دونج بيرفض يروح يقابل رين بيلاقوها هي اللي جايه تقعد معاهم في البيت وبتعمل لهم اكل بنفسها، وبتحاول تقرب من دونج، وكل ما بيحاول يصدها بتقول له سو هو انت مش قادر تنساني؟ يقول لها لا طبعا، وبيقرب من البنت علشان يخلص من سوء وتفكيرها. وبيتكلم معاها وبيقول لها انه مش هيقدر يرتبط بيها، وبتقول له انا كنت عارفه ولاحظت انك معجب بيون، وبتتصل بسوء بتقول لها وبتجمع سوء افكارها وبتعرف ان كلامها ده يبقى حقيقي فعلا، وبتواجه دونج وبيسكتها علشان ما تتكلمش قدام يون. وبيطلب منها تديها الجاكيت علشان يدفيها، وبتصعب عليه يون جدا بسبب ضغط الشغل ومسؤولية سول. وبيديها دونج أجازة وبتخرج تتمشى شوية، وبيهتم هو بسول. وبتشوف سو قد إيه هو اتغير جدا بسبب حب يون. ولما بتخرج يون بتقابل واحد كان ساعدها قبل كده وبيكون اسمه هيون، وبيكون أرمل ومعاه طفل صغير. وبيروح جون وشيك يجربوا علاج جديد علشان يقبضوا فلوس التجربة، وبيحاولوا إن هم يعيوا نفسهم ويجيلهم برد علشان يقدروا يروحوا يجربوا كمان العلاج ده اللي كان بيبقى ليه آثار جانبية، بس صوتهم بيروح من الآثار الجانبية دي. بيعرفوا إن سول تعبانة بسبب الأكل اللي أكله لها دونج، وبينقلوها للمستشفى. وبيكون دونج حاسس بالذنب جدا وبيفضل واقف بعيد، وبتقول له سو قبل ما تقرب منها فكر كويس في مسؤولية سول، هتقدر تشيلها ولا لأ، لأن يون مش هتستحمل إنه يرتبط بيها وبعدها يسيبها. وبيفضل دونج يفكر في كلام سو وهو شايف نفسه ومش قادر يهتم بسول وتعبت بسببه. وبيساعد جون جين علشان متأخرة على مقابلتها لحد ما بتوصل، وبتفرح جدا بسبب اهتمامه بيها، وبتروح تشكره بعد كده. وبعد كده كمان شكلها يعني هتعجب بيه. مم. وبتكتشف يون ان هيون هو الشيف الجديد اللي هيدرس لهم. بيسلم عليها وبيقول لها هشوفك اكيد بعد الدرس. ولما بيشرب جون مع جين وبيفقدوا وعيهم هما الاتنين، وبيكسروا كاميرا دونج وبيخبيها. ولما بيعرف دونج بيقلب الدنيا وبيسألهم كلهم ومحدش بيعترف، وبيكون جون عايز يقول اللي حصل لدونج، بس جين ما بتكونش فاكرة حاجة أصلا. اللي هو يعني لو الاستيريو بتاعي ده مرجعش انت عارف انا هعمل فيك ايه يا حسين. وبيشوف شيك واحد شبه النصاب اللي نصب على سو بيكلمها، وبتروح تلبس لبس شغل السوبر ماركت علشان تراقبه، وبتتضايق من معاملة الزباين ليها. وبتتقابل يون مع هيون وبياخدها المخبز علشان تتدرب على الحاجات اللي بتدرسها، وبيقول لها انها تقدر تيجي تتدرب هنا كتير، وانه هيقول للمساعدين عنده انها تبقى تيجي في اي وقت علشان تكمل تدريبها. وبتعلم سوق الراجل اللي ضايقهم في السوبر ماركت الادب، وبتفرج عليه الناس كلها، وبتخليه يعتذر لشيك كمان، وبيشكرها على وقفتها جنبه، وبيقول لها انها كانت جامده جدا وجابت له حقه، وبعد كده تستغله. صعب قوي البت دي، وبتخليه يشيل شنطتها وكمان يجيب لها اكل يا بنت اللذينه. وبيحلم جون بكوابيس بسبب اوليفيا اللي هي كاميرا دونج، وبيصمم انها يعترفوا له باللي حصل. ولما بيسمعهم بيفضل يجري وراهم علشان يضربهم. وبتتقبل جين في وظيفة أخيرا، وبتبقى صحفية، وأول يوم ليها في شغلها بتطلب مديرتها منها شغلانة صعبة جدا، وإنها تعرف شكل مغني لابس ماسك طول الوقت. ولما بتحاول تدخل بيمنع الحراس، وبتفضل تحاول معاه كتير وبيفضل يطردها لحد لما بيساعدها جون، وبيقدروا إن هم يصوروه كمان علشان ما بيحبش حد يعامل جين وحش. وبيطلب دونج مساعدة يون في تصوير بيبي، وبيسهر طول الليل على فيديو. في الآخر مش بيعجب حد وبيزعل وبيروح يقعد لوحده، بس بتروح يون وبتحاول تخفف عنه، وبتقول له انها حبت الفيديو جدا وانها عايزاه يعمل اللي هو بيحبه. وبيروح فعلا المخرج اللي كان بيتدرب معاهم فترة لانه كان قابله وقال له انه عايزه معاه في فريقه. بيقرر دونج انه يعترف بحبه ليون، وبيروح ويقول لها انه بيحبها، وبيطلب منها تخرج معاه، لكن بتتصدم يون وبترفض. وبيقول لها عايزك تطمني، انا هقدر اشيل مسؤوليتك انتي وسول. وبتقول له انا ما طلبتش منك تعمل كده، وبتسيبه وبتمشي. وبيعرفوا كلهم انها رفضته وبيفضلوا يتريقوا عليه. ولما بيخرج بيشم هوا بتروح سو وراه وبتحاول تهديه، وبيشوفها اخوها
بونج اللي كان فاكر إنها في أمريكا، وبتكون مخبية عليه إنها اتنصب عليها لإنها بتخاف منه جدًا، بتحاول تبرر وجودها مع دونج وبتقول له إنهم رجعوا لبعض تاني وهيتجوزوا، وبيقرر بونج إنه هيروح معاها البيت، وبيتصل دونج بجون وبيعرفهم إنهم راجعين على البيت. بيستخبى جون في الدولاب لإنهم مفهمين بونج إنه مات، لإن بونج كان عايز يخلص عليه بسبب إنه سرق حبيبته منه. بيقرر بونج إنه هيبات معاهم يومين، وبيفضل سهران طول الليل قدام المسلسلات. بيكون جون بقى تعب أصلا من الوضع ده يعني، بس مستحيل يخرج قدامه. تاني يوم الصبح بتروح سوق السوبر ماركت مع شيك علشان تمسك الحرامي، ولما بيوصل بتعرفه فعلا وبتجري وراه، وبيساعدها شيك انها تمسكه وبيودوه للقسم، بس بيكون صعب جدا انها ترجع فلوسها منه. بتزعل طبعا وبيحاول شيك يقنعها بانها تبدأ من جديد. بيستمر بونج في اللي بيعمله لحد ما بيقرر انه يطلع يجري شوية، واول ما بيخرج بيطلع جون من مكانه، بس بيرجع بونج فجأة وبيشوفه. بيحاول جون يقنعه انه مش جون وانه اخوه التوأم اللي كان معاه، لكن دايما بينكر وجوده، وبيطلب بونج يوديه لمكان دفن جون. ولما بيوصلوا بيفضل يعيط ويقول له يا ريتك لسه عايش، ده انا سامحتك من زمان، ولو كنت هنا كنت حضنتك يا صاحبي. بيتأثر جون بقى بكلام بونج وبيعترف له بالحقيقة، فبيقوم بونج يفضل يضرب فيه يا ابن لما بيعرف اللذينه. الحقيقة دي. ولما يوم بترجع البيت بتلاقي دونج مالي المكان ورد وبلالين، وبيعرض عليها الارتباط من تاني، بس برضه بترفضه وبتقول له انا ما عنديش وقت للكلام ده ومش عايزاك تستناني، وبتسيبه. ولما بينزل وراها بيفضل يقول لها ان هو بيحبها. بيسمعوا بونج وبيكونوا مضطرين يحكوا له كل حاجة، وبيسيب سو على راحتها ومش بياخدها معاه بيت اهلهم. بنشوف جين وهي بتتوتر وقلبها بيدق بسرعة كل ما جون بيتكلم معاها او حتى يقرب منها. بتحاول تتجنبه وتبعد عنه زي ما يون بتعمل مع دونج بالظبط. ولما هيون بيسأل يون انتي ليه رفضتي دونج وهو يعني مش كويس ولا ايه، فبتقول له بالعكس ده اكتر حد حنين في الدنيا، بس انا ما عنديش استعداد اثق في اي حد تاني. وبيستغل جون معرفته بجين وبيكون عايزها تتعرف على مساعد المخرج عشان مصلحته طبعا، وبيكون الشخص ده ودانه بايظه، بيفضل يزعق وهو بيتكلم وعايز اللي يكلمه يفضل يزعق برضه علشان يعرف يسمعه. بتزعل جين ان جون عايزها تتعرف على راجل تاني، بس بتوافق علشان يعني تساعده في شغله. ولما بتقول جين لجون ان صاحبه ده عايز يرتبط بيها وبتسأله على رأيه، بيقول لها ان ده قرارها هي، وهنا بتعترف له جين انها معجبة بيه. وبيكون جون فاكرها بتهزر ومش بياخد كلامها بجد، وبتتضايق منه اكتر وبتطلب منه يبعد عنها، وبتقرر سو انها تكمل دراستها وبيساعدها شيك، بس بتكون مش عارفه اي حاجه في اي حاجه وبتفضل تضيع وقت كتير وبتكون مش مهتمه بالدراسه اصلا. وبيروح جين تجربه اداء جديده وبينجح فيها وبيتقبل في الدور وبيحتفلوا بيه كلهم الا جين، وبيجيبوا له تورته. ولما بيروح يقابل الشخص اللي المفروض هيتعلم منه حاجات مهمه لدوره الجديد بيفضل يرغي 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 لحد لما بيصدعني انا شخصيا. وبنشوف دونج وهو بقاله كام يوم في الشغل والإرهاق باين عليه جدا، ولما المخرج بيديله إذن ساعة بس يروح بيها الفندق بسرعة علشان يشوف يون، حتى بياخدها ياكله بره وبيفضل ينام وهو قاعد من الإرهاق، وبيكون جاي من مسافة بعيدة بس علشان يشوفها وبيمشي. وبعد كده بتروح سو تتكلم مع يون وبتقول لها إن دونج جاي كل المسافة دي بس علشان يشوفها، وبتقول لها كمان إن الجاكيت ده كان جاي أصلا ليها. وبيفضل جون طول الوقت يفكر في جين وبيحس انه هيندم لو ضيعها من ايده، وبيقابلها وبيقول لها يجربوا يرتبطوا وانه هيبدأ يشوفها بشكل مختلف، وبيحاول بس يكون الموضوع صعب عليه جدا وبيفضل يتخيلها انها طفلة صغيرة. وبيروح يون ومعاه اصحابه للفندق وبيقولوا انهم هيقعدوا في الفندق كام يوم، وبيتضايق دونج طبعا وبيبقى غيران وبيفضل يعترض على هيون وبيحاول يضايقه بأي طريقة، وبيكون مش عايز يظهر بشكل وحش قدام يون. وبيروح لبنت صاحبته من ايام الجامعة وبيطلب منها تعلمه لعبة الأحجار اللي كانت شاطرة فيها جدا. وبيرجع دونج على الفندق وبيلاعب هيون وبيقدر يكسب الرهان، ولما هيون بيكون هيمشي بيقول لدونج إنه معجب بيون وإنه مش عايز يبعد عنها. وبيشوف دونج جين وجون وهو بيجري وراهم، بس بيهرب جون قبل ما دونج ما يشوفه، وبيقول لها لو اكتشفت انك مرتبطة بجون انا مش هسكت. ولما بيرجعوا البيت بتقول له انا مرتبطة بشخص انت ما تعرفوش، وبتنكر هي وجون علاقتهم ببعض. وبتقرر سو انها تفتح شركة ازياء، وبتشغل شيك معاها وبيعملوا لنفسهم دعاية في الراديو علشان الناس تعرف يعني بوجود شركتهم. وبيتفق جون مع واحد صاحبه يجي يمثل دور انه حبيب جين علشان ينقذ نفسه من دونج. وبيشوفهم مرة تانية وبرضه بيجيب واحد تاني علشان يمثل انه حبيبها التاني اللي غير الاولاني. مم.
فبتزعل علشان جون خايف من أخوها ومش قادر يصارحه بعلاقتهم. بنشوف يون وهي عاملة كب كيك وبتسميها سول، ولما بيدوقها يون طعمها بيعجبه جدا. بتتفاجئ يون لما بتلاقيه بيعرض الكب كيك بتاعتها وبيقول لها انه هيبيعهم علشان خاطرها وهيديها نص المكسب. بتفرح يون جدا. ولما بيشوف دونج جون وجين في نفس المكان للمرة الثالثة، ده انتم أغبياء جدا يعني بصراحة، ما شفتش كده، في نفس المكان. حاجة صعبة. وبيطلع يجري ومش بترضى جين تقول لاخوها على الحقيقة، وبيقول لها انا لو اكتشفت انك مرتبطة بجون هحلق لك شعرك، مش هسيبك تحلقي دقنك، وهسيبك في معبد ومش هترجعي البيت مرة تانية. ولما بيجي جون علشان يعترف لدونج بتضربه جين على راسه علشان يسكت. ولما بيعرف دونج باللي هيون عمله بيروح يسأل على يون اللي كأنه كان رايح صدفة وراجع على البيت. وبيقع دونج وقال لي يعني رجله الاتنين اتكسروا. ولما بيرجعوا على البيت بتقول يون انها مش هتروح المخبز وهتفضل جنبه. تاني يوم بيكون دونج بقى كويس جدا بس بيمثل انه تعبان علشان يون تفضل جنبه. بس بيجي يون وبيتضايق من دونج جدا، وخصوصا لما بتمشي يون علشان تساعد جين. وبيكون جون عنده تصوير مشهد قدام ممثل مشهور وبس بيكون ألدغ، وكل ما يتكلم جون يفضل يضحك ويكونوا هيطردوه. وبتقترح عليه جين انه يفكر في اكتر حاجة بتقلقه علشان ما يضحكش. بيفتكر دونج وبيقدر ان هو فعلا يخلص المشهد وبينجح فيه. وبيكتشف يون ان دونج بيمثل وانه مش تعبان بجد وبيوصل له. ولما بيخرجوا بره الفندق بيرمي علبة العصير بتيجي في راس يون، ولما بياخد باله منها بيقوم يجري علشان يطمن عليها. وبتعرف انه كان بيضحك عليها ومش بترضى تساعده تاني بس بتضحك وهي داخلة. وبتركب سو والشيك العربية ريبيكا، وزي ما كلنا عارفين العربية متدغدغة، حتى الفرامل بتطلع في ايديهم وبيفضلوا يلفوا بالعربية علشان البنزين يخلص بدل ما يعملوا حادثة. وبتقبض يون أول فلوس ليها من هيون وبتجيب لهم كلهم هدايا مش مناسبة بس مش بيرضوا يزعلوها وبيقبلوا منها الهدايا. وبتعزم دونج على الغدا وبيكون هيون كمان موجود وبيكونوا لابسين تيشيرتات زي بعض. وبتكون يون هي اللي جابتها لهم. صحيح ده انت موهوبة وعندك فن اختيار الهدايا يا بنت. وبيتفق دونج وهيون على انه محدش فيهم يضايق التاني، وبيكون في مسابقة في المطعم ما بين اي اتنين يشتركوا سوا، واللي هيكسب هياخد كاميرا حديثة. وبيطلب دونج من هيون انه يشترك معاها لانه محتاج الكاميرا، وبيوافق وبيكسبوها فعلا. وبيرجعوا وهيون شايل دونج بسبب التعب اللي هو فيه. وبتحاول جين تفرض شخصيتها على جون وتمنعه من اللعب مع شيك ومن الهزار والضحك لحد لما بيتعب وبينقلوه المستشفى وبيكون تعبه بسبب زعله. وبيتكلم الدكتور مع جين وبيقول لها ان ممكن يكون هزاره ده كل حياته، فلما تمنعيه هيتعب ويتأثر. وبتستسلم وبتسيبه يعمل اللي هو عايزه، يعني هزر براحتك يا سيدي. بيخرج جون وجين من ورا دونج وبيتفقوا انهم يسافروا سوا في الاجازه. وبيقرر دونج انه هيسفرهم كلهم فندق تاني، ولسوء حظ جون وجين انهم بيروحوا نفس الفندق، لا وكمان بيكون معاهم في نفس الاوضه. ولما بيحاول كل واحد فيهم يحذر التاني بيعملوا نفسهم نايمين عشان محدش يكشفهم. بتنام جين في اوضه الشباب وبينام جون في اوضه البنات. وبيشوفوا دونج وبيحاول جون يفهمه انها غلطه المدير وهو اللي قاله ينام في الاوضه دي. بيشد دونج حبل بالغلط وبيقع صاحب الفندق وبينقلوه للمستشفى. وبيضطروا انهم يشتغلوا في الفندق ده كمان. وبيروح دونج ويون يشتروا طلبات للفندق، وبيجيب لها دونج دبوس شعر شكل كيوت قوي يعني كهدية. وبيكون جون خايف ان شيك يشوف جين، وكل ما يطلب منه ينزل معاه يقول له سيبني في حالي انا تعبان. وبيفضل جون يجيب لها في الاكل من غير ما شيك يشوفه. وبتتكلم يون مع دونج وبتقول له مش عايزاك تزعل مني بس انا خايفه انك تتعب وتتاذي تاني. ولما بيجهزوا الاكل عشان الضيوف اللي جايين الفندق بيكتشفوا انهم هيون واصحابه. وشايفه طبعا دونج بيعيط على جنب اهو. بيحاول جون يخرج جين من هناك وبيحطها في شنطه هدوم سو. وبتشوفه سو وبتاخد شنطتها منه وبيفضلوا يخبطوا فيها ويوقعوها على الارض. بيخطف جون شنطته وبيجري بسرعه بس بيكتشف انها كانت شنطه هدوم مش الشنطه اللي فيها جين. وبتراهن هيون ودونج على مين فيهم هيعمل احلى اكل. بيكسب هيون بس يون بتاكل من الاكل بتاع دونج علشان بس ما يزعلش. ولما بيرجع جون علشان ياخد الشنطة التانية وينقذ جين الشنطة بتغرق في البسين. وبيروح وراها وبينقذها وبيخرجها من الشنطة. بيتخضوا طبعا كلهم. وبتقول جين لجون لو مش هتقول على الحقيقة يبقى كفاية قوي لحد كده. وبيعترف جون لدونج بانه بيحب اخته جين اخيرا اخيرا. وبيكون دونج عايز يخلص عليه بس هما بيمنعوه وبيحوشوه عنه.
وبيعارضهم دونج جدًا وبيقول لهم: "أنتم خدعتوني." وبيقول: "من النهارده يا جين أنتِ مش أختي وما أعرفش حد اسمه جون كمان." وبيفضل قاعد في أوضته وبتحاربه جين بسلاح قوي ومش بترضى تحلق دقنها ومش بيرضى دونج يتكلم مع حد فيهم مهما حصل. وبيكون دونج محتاج يعمل مقابلة مع حد مشهور بس مش بيكون عارف يوصل له، وبيعرف بالصدفة إنه صاحب جون بس بيكون مش عايز يتكلم معاه وبيبعت له رسالة وبيطلب منه يخليه يقابل صاحبه ده. وبتكون سو معاها شيك محتاجين موديل للبس الشباب، والموديل اللي بيجي بيكون معفن قوي وبيتضايقوا منه، وبتقترح يون عليهم انهم ممكن يخلوا شيك هو الموديل، وبتستهزئ سو بيه وبعد كده بتنبهر لما بتشوفه وهو مغير ستايله نهائي وشكلها كده هتعجب بيه ولا ايه. وبيعرف دونج ان جون ساعده في الموضوع اللي كان عايزه، بيدخل يسأله بيقول له: انت ساعدتني ليه وانا اصلا مش هعترف بعلاقتكم؟ وبيقول له جون: انا مشاعري حقيقية ناحية اختك وحقيقي بحبها ومش هزعلها ابدا. وبيقول له دونج: بس انا خايف بعد كده تنفصلوا، هتصرف معاكم ازاي؟ هبقى وقتها ما اقدرش اشوفك تاني. وبيقنعه جون انه يفضل جنب جين طول العمر. واخيرا بيوافق دونج وبيروح جون علشان يفرح جين، وبيلاقي دقنها كبرت جدا وبيقول لها انه في حاجة نفسه يعملها من زمان، وبيحلق لها دقنها بنفسه. ولما بيعورها بيقرروا ينفصلوا، وبيجري دونج وراهم وبيقولوا له: احنا بنهزر طبعا. وبيروح دونج المخبز يون وبيشوفه قاعد مع يون وبيقولوا له: احنا كنا لسه خارجين نتعشى سوا. وبيصمم يونج انه يروح معاهم، وبيكون يون بيتضايق منه لانه كان عايز يعترف ليون بحبه، بس دونج بيفضل قاعد له وبيحاسبه على الاكل والتوصيله كمان. وبتخرج يون بعدها بعربيه جون وبتخبط واحد وبتنقل المستشفى، وبيطلب منها تعويض بمبلغ كبير قوي، وبتكون مش عارفه تتصرف وبيتخبي عليهم. ولما بيعرف دونج بالصدفه بيحاول يجمع لها فلوس باي طريقه، ولما مش بيقدر بيروح لهيون، واول لما بيقول له على اللي حصل ليون بيتحرك معاه بسرعه طبعا. وفي المستشفى بتكون يون بتعتذر للراجل وبتقول له انها مش معاها فلوس، وبيقول لها: انا لازم ابلغ البوليس. وبيوصل الضابط وبيقبض على الراجل اللي رجله اتكسرت، وبيقول ليون انه كذاب وبيتفق مع الدكتور ودي طريقه من طرق النصب. وبيوصل دونج وهيون بعد ما بتتحل المشكله، وبيكون دونج زعلان انه ما قدرش يساعد يون لكن هيون كان قادر. وتاني يوم بيخرج هيون ويون وبيقول لها انه عايز يقول لها على حاجه مهمه، ولما بيبداوا اكل بيقع عليها العصير وبتروح تغسل ايدها. ولما بترجع وقبل ما بيتكلم هيون بتكتشف ان دبوس الشعر وقع منها. ولما هيون بيقول لها: خلاص مش مهم هجيب لي غيره، بتقول له: لا ده غالي قوي عندي، ده اول هديه من دونج. وبتفضل زعلانه جدا لحد لما بيخرجوا وبيشوفوا هيون دبوس الشعر واقع على هدومها. ولما بتلاقيه بتفرح جدا وبيقول لها هيون: الحاجه اللي كنت عايز اقول لك عليها انك تحافظي على اللي بتحبيه. ايوه يا يون، انت بتحبي دونج وبتبعديه عنك بسبب خوفك من اللي حصل لك قبل كده. وبيقول لها: احسن حاجه اننا نفترق دلوقتي وما نتقابلش تاني. بتفضل يون تفتكر مواقف دونج معاها وبتروح له تتكلم معاه، وبيكون كلامه معاها مش عاجبها وبتسيبه وتمشي، وبتبعت له رساله بتقول له فيها انها بتحبه. وبتصدم لما بيقوم بيلاقيها واقفه وراه وبتقول له: انا بحبك، هو انت لسه عايز ترتبط بيا؟ وبيفرح دونج جدا وبيوافق. وتاني يوم بيكون دونج مبسوط جدا وهو بيحكي لهم عن ارتباطه بيون، بس بتكون يون وشها مكشر ومش بترد عليه غير بكلام قليل، وبيقولوا له اصحابه شكلها ندمانه على انها ارتبطت بيك. وبيكون شيك متضايق علشان اصحابه الاتنين ارتبطوا وهو لا. فبيقول له جون انه على فكره ممكن يرتبط بسو، والاتنين بيقولوا لا 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 مستحيل طبعا. وبياخد دونج يون يخرجها وطول اليوم مش بتتكلم خالص غير بكلمه ماشي ماشي بس. وبيكون دونج قلبه هيقف من التوتر والقلق، وبيروحوا الملاهي علشان يفرحها، بس هو اللي بيخاف وبتحاول هي اللي تهديه. بيروح يجيب لها عصير، ولما بيرجع بيسمعها بتكلم سو وبتقول لها انها فرحانه قوي، بس طول اليوم مش عارفه تتكلم من كسوفها وخايفه يكون دونج زهق منها. وبيسمعها دونج وبيقول لها: هو ده السبب يعني يا شيخه نشفتي دمي؟ بيعيط من قلق وبيمسكوا ايد بعض وبيكونوا فرحانين. وبيخرج جون وشيك في مشوار وبياخدوا سول معاهم، ولما بيتخانقوا بيتلخبطوا وبياخد ولد تاني غير سول، ومش بيعرفوا غير لما بيرجعوا البيت بالليل. بيروحوا الماركت تاني علشان يعملوا خطة مع بابا الولد علشان يرجعوا سول من غير ما مامته تعرف. انا طبعا مش عاجبني غير ضحكة سول دي. وبيفضل دونج وجون يغيظوا شيك وانهم مرتبطين وهو لا. وبتدخل الفندق بنت اسمها انجيلا من اوكرانيا، وبيحبها شيك من اول نظرة طبعا. طبعا، يعني ليك حق. وبيساعدوا اصحابه وبيكلموا 3 من ضيوفهم علشان يترجموا لبعض كلامهم، وبتقول لهم انها معجبة بشيك هي كمان. بيتغاظ بقى طبعا مين؟ جون ودونج، لان البنت دي كانت حلوة جدا، وبيحاولوا يعقدوا الدنيا بس مش بيعرفوا يعملوا حاجة. بتزهق أنجيلا من الوضع ده وإنها مش عارفة تتكلم مع شيك غير من خلال 3 مترجمين. وبنشوف اللي بيعرف يتكلم لغتها اللي بيكون اسمه ماركو، وهو بيقول لها إنه مبسوط إنه يتكلم معاها، وبيقول لها إنه معجب بيها، وهي بتقول له إنه هو برضه عاجبها. الله، دي غريبة قوي.
ولما بيصحى دونج وجون بيكون باين عليهم الإرهاق بسبب غيرتهم من شيك، وبيصحى شيك يدور على أنجيلا مش بيلاقيها، وبيعرف إنها مشيت من الفندق ومعاها ماركو، وبيفضل شيك يعيط ويجري يدور عليها، وبيرتاح دونج وجون وقتها. وبتوصل هدية لجون من معجبة بيه، عبارة عن صور ليه كاتبة عليها إنها بتحبه، وبيتكلموا في الموبايل وبيعرفوا إنها بتطارده، وبيبلغ البوليس وبيقبضوا عليها، وبيقرر جون إنها ما تتعاقبش بما إنها معجبته الوحيدة، وبيفرح بوجودها. وبيصحى من النوم في مرة بيلاقيها في وشه، وبيخرج من التصوير يلاقيها بتهتم بيه، فبيحس قوي الإحساس ده وبيحبه جدا. ولما بيلاقي إن شغفها ناحيته قل وبيشوفها وهي بتشجع فرق تانية بيتضايق، وبيتحول وهو إنه اللي يبقى بيطاردها، وبيفضل يلف وراها وبيجيب لها هدايا ويبعت لها رسايل. في الآخر بيدخل بيتها وهي اللي بتبلغ البوليس إنه بيطاردها، وبتقرر إنه لازم يتعاقب. وبيكون في بنت موديل عجبت شيك، بس بتبقى حاسة شويتين إنها حساسة شوية عن اللزوم، وكل ما تزعل من شيك كان بيطلب مساعدة سو. بتزعل سو لأن شيك ما بقاش عنده وقت يقضيه معاها زي الأول، وبتقول له على نصايح غلط بتخلي البنت ما تبصش في وشه تاني، وبتقول له إنه ما كانش قصدها، وبتضحك بخبث كده. الحلقة 19. وبيقدر جون انه يمضي عقد مع شركة انتاج كبيرة، وبيفضل يعتذر لجين علشان سابها في المطعم لوحدها. بيحاول دونج انه يخلي سول تنطق اول كلمة ليها وتقول بابا، ومش بتعرف. وبتصمم سو لبس وبيكون شكله محرج جدا، بس بتصمم برضو ان شيك يلبسه ويتصور بيه، لا وكمان شخصية قوية بتخلي جون ودونج يلبسوا زي شيك وبيخرجوا للشارع علشان الناس تشوفه. وبيكون مكسوف جدا ومحرج من الناس، وبتلاقي في طلبات على الموقع للحاجات اللي هي صممتها، فبتفرح جدا. بيتعلم جون رقصة جديدة علشان دوره في الفيلم، وبتساعده جين لأنها عايزة تشوفه ممثل مشهور ويحقق حلمه. بتعرف سو إن شيك هو اللي خلى حد يشتري الهدوم دي بس علشان يفرحها، وبتفضل تفتكر كل مواقفه معاها وكم مرة سندها وكم مرة وقف جنبها. بتبقى هتتجنن من نفسها لما بتحس إن هي معجبة بيه. في حوار صحفي لجون بيقول إنه مش مرتبط، وبتزعل جين جدا وبيعتذر لها لما يرجع البيت، وبيقول لها إن دي طلبات مدير الشركة. وفي مشهد لجون مع ممثلة حلوة جدا اسمها سيندي، بيغير رجالة كتير منه ومن معجبينها حتى انهم بيحاولوا يأذوه بره الاستوديو، والموضوع بيتطور لان المساعدين اللي شغالين معاهم في الفيلم هم كمان بيأذوه وبيقولوا له ما كانش قصدنا، كل ده بسبب حبهم ليها. بيسيب الاستوديو ويطلع يجري وهو خايف، وبيروح على الفندق وكمان بيلاقي رسائل تهديد تحت لحافه، وبيقول له شيك مالك في ايه، فبيحكي له ويطلع يجري من الأوضة. وبنشوف ان شيك كمان من معجبين سيندي. بتحاول سيندي تقرب من جون وبيخاف من كل اللي حواليه وبيفضل يبعد عنها، فبتروح تسأله هو بيعملها وحش ليه كده، وهي ما عملتوش حاجة يعني. فبتفضل تعيط وعينيها بتطرف، ولما بينفخ لها في عينيها بيصوروه من بعيد مم. وبينشروا إشاعات إنهم مرتبطين. بيحاول يفهم جين الحقيقة ويقول لها، بس المشكلة إن المدير شايف إن الإشاعات دي هتساعده على الشهرة. وبتتفهم جين بس من جواها زعلانة، وبيقول له شيك إنه بعد الإشاعات دي معجبين سيندي أكيد أكيد هيخلصوا عليك. وبيعزم جون جين في مطعم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها. بيخبي وشه لما بيخرجوا، فبتشوف صحفية وتفضل تسأله عن الإشاعات وبيضطر يستخبى منها، وبيسيب جين وبيروح على الفندق. ولما بترجع جين بيعتذر لها، فبتقول له شكلنا كده محتاجين شوية وقت علشان نعيد التفكير في علاقتنا. بتنجح يون في الاختبار بتاع الخبز وبتاخد رخصة أخيرا، وبيروح دونج يجيب تورته علشان يحتفلوا. بيكون في راجل واقف من بعيد بينده على يون، بتتصدم لما بتشوفه وبتفتكره. يعني يا ترى تفتكر ان هو هيطلع اللي في بالي يا عبد قادر؟ هنعرف يا سمر في الحلقة العشرين والحلقة الأخيرة معانا في المسلسل بتاعنا النهاردة. بيطلع فعلا هو بابا سول الحقيقي، وبيكون طن طن اسمه طن. أوبا. بتقول له يون مش من حقك تشوفها، دي بنتي أنا لوحدي، أنت ما كنتش جنبي وأنا ظروفي وحشة، بس غيرك كان جنبي ساعدني واهتم بيا وكان بيراعيني أنا وبنتي وأنا بحبه وهفضل معاه ومش عايز أشوفك تاني. ده زي المثل اللي هو لما أنت ما كنتش معانا من الأول ما تجيش معانا إحنا بنصب الخرسانة. بالظبط. وبيحاول جون يعتذر لجين، وبتقول له انا ما بقيتش اعرف اشوفك ولا اتكلم معاك بسبب شغلك اللي اخيرا مشي كويس، انا محتاره ومش عارفه اعمل ايه، وبتطلب منه يسيبها ويبقوا يتكلموا بعدين. وبيكون كل اللي في الفندق متوترين ومش مبسوطين وكل واحد زعلان على اللي حصل له. وبيروح اوبا ليهم الفندق مره تانية، وبتطرده يون وبتنادي سول لاول مره وبتقول بابا، وبيبان الزعل على دونج بس بيخبي زعله عن يون. وبيزعل اكتر لما بيحاول يجيب لعبه لسول، ولما بيروح بيلاقي سكرتير اوبا جايب لها العاب كتير جدا،
وبتعترف سول بحبها لشيك وهي في المستشفى تحت تأثير البنج لما كانت بتكشف على معدتها بسبب الورقة اللي كلتها، لأنها كانت خايفة شيك يشوفها لأنها كاتبة فيها عن إعجابها بشيك، وبيستغرب شيك من اللي بيسمعه ده. وبيتصل رقم غريب بدونج وبيكون أوبا وبيشكره على اهتمامه بيون وسول، وبيقول له إنه لسه بيحبها ومش عايز يبعد عنها وإنه عارف إنه غلط في حقها، بس هو عايز يعوضها. وبيقول له دونج وأنا مش هسيبهم وهفضل أحميهم طول عمري. وبيروح دونج وشيك عند جون اللي بيكون اتنقل من الفندق وراح شقة تانية زي ما مديره طلب منه، وبيسهروا هما التلاتة سوا وبيحكوا عن مشاكلهم بقى مع بعض. وبيقول لهم شيك ان سو معجبة بيه وبيقوموا يضربوه. وبيسهر البنات التلاتة سوا وبيتكلموا عن همهم الكبير برضه. وبتقول جين انها حاسة ان جون مش بيحبها زي ما هي بتحبه وده صعب عليها جدا. وبيحسوا من كلام سو انها معجبة بحد بس بتنكر وبتقول لهم انهم غلطانين. وبيقرر جون انه مش هيضحي بجين وهيروح يقابلها. ولما المخرج بيسأله رايح فين يا ابني، بيقول له انا هعيش حياتي زي زمان ولو عايز تلغي العقد الغيه، وبيسيبه ويمشي. وبنشوف شيك وهو بيطلب مساعدة سو، بتروح تقول لجين انها عايزاها تركب معاها وبيقول لها شيك تفتح الشباك يديها حاجة حلوة، وبيقفلوا الشباك على ايدها علشان ما تعرفش تنزل وتسيبهم. وبتروح يون لأوبا وبترجع له كل حاجة جابها ليهم وبتقول له انا بحب دونج بجد. ومن يوم ما قابلته، قصدي من يوم ما قابلت العيلة دي وانا مبسوطة انا وسول، ولما سول توحشك يبقى كلمني، وبتمشي وتسيبه. وبيوصل شيك وسو وجين لمؤتمر صحفي الجون، وقبل ما يقول على الحقيقة بيتنشر خبر عن سيندي وكل الصحفيين بيسيبوه وبيجروا وبيتصالح هو وجين أخيرا، وعرف يحافظ على حبيبته. لما بيعرض دونج على يون الجواز بترفض وبتقول له أنا مش عايزاك تضيع مستقبلك. المخرج اتصل وقال لي إنك اعتذرت عن السفر، أنا مش عايزاك تعمل كده. وبيسمع كلامها وبيحضر شنطته وبيودعهم كلهم. وقبل ما بيمشي بتند عليه سول وبتقول له بابا، وبيبقى عايز يلغي سفره علشانها بس يون بتقول له امشي يلا علشان هتتأخر. وبعد شهرين بنشوف انهم قدروا يشتغلوا على الفيلم اللي بيحلموا بيه، وبيكون من تأليف شيك وتمثيل جون واخراج دونج. وجين هتكتب عنهم مقال وتنشره، وسو بتكون موجوده ومش عاجبها خناقهم مع بعض. ويوم بتجيب لهم اكل وبيجري وراهم البوليس لانهم بيصوروا في المكان من غير تصريح لان مفيش فلوس يدفعوا. وبيفضلوا يجروا بس المهم ان كلهم مع بعض ومهما اختلفوا فهم مبسوطين بوجودهم مع بعض. لو عجبك المسلسل يا ريت تقول لنا رأيك في الكومنتات، وكمان ما تنساش اللايك والشير والكومنت، وادعمنا بكل الطرق الممكنة على اليوتيوب علشان يوصل لك كل جديد مننا من ملخصات سمر عبد القادر. سلام.